يقول ذنب الوهابية الجوال الداعي إلى جهنم عبد الرحمن دمشقية: ثم أنا كنت أريد أن أقول لا مناظرة حتى ترفعوا عن الغرفة شعار يا محمد. هذا شرك، هذا شرك. وليعلم أن البخاري ذكر في كتابه الأدب المفرد جواز نداء النبي بعد موته بيا محمد، وهذا زعيمهم الفيلسوف المجسم ابن تيمية أورد هذا الحديث في كتابه المشهور الكلم الطيب واستحسنه، وهذا الذي حصل من عبد الله بن عمر فيه استغاثة برسول الله بلفظ يا محمد، وذلك عند الوهابية كفر كما سمعتم. فماذا يفعل دمشقية والوهابية؟ أيرجعون عن رأيهم من تكفير من ينادي يا محمد، أم يتبرؤون من ابن تيمية في هذه القضية وهو الملقب عندهم بشيخ الإسلام؟ فيا لها من فضيحة عليهم هؤلاء التائهون الزائغون الضائعون المنحرفون، وهو إمامهم الذي أخذ منه ابن عبد الوهاب بعض أفكاره الشيطانية التي خالف بها المسلمين، وهم في هذه المسألة على موجب عقيدتهم يكونون كفروا الصحابي الجليل وكفروا ابن تيمية لأنه استحسن ما هو شرك عندهم. فما هذا التذبذب، ما هذا التخبط؟ تريد أن تناقشني عن مسألة عمري فيها 15 سنة ولا 12 سنة، فلا تفتح هذه الأبواب. الآن الموضوع بيني وبينك، الموضوع بيني وبينك. If you're not a liar, tell us why have you been kicked out. الله يهديك. لماذا تكثر المواضيع الآن؟ يعني أنت شعرت أنك في مأزق، شعرت أنك في مأزق الآن وتريد تغيير الموضوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سفيه، يا سفيه. نعم أنا طردت من الأزهر وكان عمري 12 سنة يا سفيه. I was kicked out from Al-Azhar, etc., etc. Yes, when I was young, what was my age? How old I was when this happened? I was 14 years old, 13 years old. I don't remember exactly. اللواطة، حوطي صوتي حتى ما كل الناس يسمعوا، واللي عنده زوجته بجنبه نعم يطلب منها أن تذهب وتطبخ، يطلب منها أن تذهب وتطبخ أو تغسل، أو بالعربي المشبرح تنصرف عن الغرفة وتطلع. نعم، لأنه سوف نسمعكم كلاما يعني طيب. في أوروبا وفي أمريكا طبعا هناك محلات لبيع مستلزمات عمل قوم لوط، هناك محلات مخصصة لبيع كل مستلزمات عمل قوم لوط، ومن جملة هذه المستلزمات بيع الفوط. فوط والله يا أخوان كفوط النساء التي يستعملنها في زمن الحيض. فوط يا أخوان توضع لماذا؟ لأن الذي يؤتى به ويعمل به عمل قوم لوط تتهتك هذه القطعة، وحينئذ يبتلى هذا اللواطي، يبتلى بعدم تمكنه من منع تسرب مش بس الروائح أعزكم الله، بل حتى المواد يعني الغائط، يخرج ولا يستطيع أن يوقفه. تأملوا يا أخوان، لا يستطيع أن يوقفه. طيب، هذا الكتاب مطبوع في مؤسسة الرسالة، عليه اسم عبد العزيز بن باز وعبد الله الجدولي. فيه يقولون بصفحة 38 حكم حلق اللحية، حكم حلق اللحية. اسمعوا ماذا يقول. قال: حلق اللحية محرم لأنه معصية للرسول، فإن النبي قال:
اعفوا اللحى وحفوا الشوارب. قال اسمعوا هنا: ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين. وقالوا أيضا: وأخذ شيء منها، يعني أن تهذب اللحية أو أن تقصرها أو أن تأخذ شيئا من طولها أو من عرضها. ماذا قال؟ قال حتى هذا حرام في هذا الكتاب. ثم الآن انظروا للمقارنة. هذه الصورة التي هي هنا، والذي يريد يستطيع أن يقترب ويرى أكثر. هذه الصورة صورة من؟ صورة نباح الوهابية الذي يشترى ويباع بأرخص الأثمان، الشاذ المنحرف خلقيا وعقائديا، عبد الرحمن محمد سعيد دمشقية. هذه صورته هنا. هل أعفى اللحية من لما نبتت له إلى الآن، أم هو قد قصرها وهذبها؟ قصرها وهذبها. وهم يقولون إن ذلك من هدي المشركين والمجوس، وإن الأخذ من طولها وعرضها حرام. أليس هذا تعارضا وتناقضا بين الفتوى والعمل؟ هذه صورته، انظروا إليها. هذه أشكالهم، انظروا إليها. أليس هذا ضحكا على الناس وتناقضا؟ يا أحبابنا، أمامكم وعبر أثير إذاعة نداء الإيمان، وأمام كل هذا الجمع من الناس، ندعو الوهابية للمناظرة العلمية العلنية أينما أرادوا، في الأماكن العامة، في الملعب البلدي، في ساحة المدينة الرياضية، في جامع العمري، في جامع الإمام علي، حتى لو أرادوا في نجد الرياض، حتى لو أرادوا عند مطلع قرن شيطانهم. هذا القرن، قرن الشيطان الذي يحبه الوهابية ويدافعون عنه ويحافظون على قرن الشيطان، سيكسر بإذن الله تعالى. هذا القرن، قرن ابن باز، قرن ابن عبد الوهاب، قرن ابن تيمية، قرن الشيطان، سيكسر، سيحطم بالأمداد المحمدية، بالأمداد الرفاعية. سيكسر هذا القرن بإذن الله تعالى.